السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم تتشوفوا هذا الفيديو هذا، سمحوا لي هاد الغيبه بزاف طولت عليكم في اليوتيوب، ولكن راه في لي ريزو سوسيو الاخرين رانا موجوده في فيسبوك، انستغرام، في كل شيء البنات انا موجوده. مرحبا بكم. سمحوا لي بزاف والله الناس تاع اليوتيوب، ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا معنا. راه تنشوفكم البنات بزاف دخلتوا معنا، وبزاف تيبقاو يسولوا تنحط الوصفه، يعني تنحطها مشروحه بالتفاصيل ديالها بكل شيء، يعني وضروري يعني السؤالات ضروري. فالبنات هانتوما لما جاوبتكمش هنا في يوتيوب، دوزوا عند الانستغرام، راه غادي نجاوبكم. الا رسلتوا لي بحال هكا شي ميساج ولا راه نجاوب اي وحده ان شاء الله، ورنا تان جاوبتما في الانستغرام. اذا على بركه الله، هاد الوصفه هذه البنات وصفه اللي هي سهله، ما تستهونوش بالمكونات ديالها، ولكن راها فعاله في نفس الوقت ان شاء الله بالنسبه للناس اللي بغاو يحملوا، بغاو الذريه الصالحه، بغاو يسمعوا كلمه ماما. فالبنات حنا هنايا باش نعاونوا بعضياتنا، راه ماشي باش نضحكوا على بعضياتنا ولا علاش ما ولداتش ولا هذه ولا لا، بالعكس غادي نعاونوا بعضياتنا، ان شاء الله هكايا نفاجئوا على بعضياتنا. علاش لا؟ فراه حنا غير بشر كما تنقولوا حنا اختي غير بشر، والحمد لله على كل حال. اذا هنا عندنا جوج وصفات. وحده اختي غادي تاكليها النهار الاول في الدوره الشهريه لمده 3 ايام، والوصفه الثانيه غادي تاكليها من نهار اختي تسالي منك الدوره الشهريه حتى النهار العاشر. اذا غادي نبداو بالوصفه الاولى. الوصفه الاولى اشنو هي؟ ها هي اختي، قولوا لي ما عرفناش. هادو المساخن، المساخن اللي تنديرو في الرفيسه راكم تعرفوهم، راه تيكونوا اكثر من 20 عشبه مدقوقه، وتتكون مدقوقه على اليد. حنا تنقولوا ليها بالمغربيه راس الحانوت، تيقولها المساخن. ناكلو شنو تيقول لها. المهم شوفوا البنات، انا علاش هنايا ما منيلاش مزيان، راه تيبان لكم شي شويه ديال الطروفه. علاش؟ باش ملي تنبغي مثلا ندير الرفيسه تنهز واحد 2 معالق كبار بحال هكاك وتنطحنهم صافي. من تنطحنهم تما تعطيو المنافع ديالهم مزيان. هنا راه عاطي المنافع ديالهم، ولكن ماشي بحال من تطحنيهم وتديريهم النيت. ها نتوما شوفوا هنا الاعشاب اللي فيها في هاد المساخن هادو ما كاينين حتى في شي وصفه اخرى. مساخن واعرين مدقوقين على اليد. اشنو اختي غادي ديري بالنسبه لطريقه الاستعمال؟ هنا عندنا كيف ما قلنا المساخن اولا راس الحانوت. بالنسبه لطريقه الاستعمال غادي تشدي اختي واحد المعالقه بحال هكا، معالقه صغيره ما تكطريش، وغادي تجيبي تحطيها في الكاس. اذا هاتي حطيتيها اختي في الكاس، غادي تجيبي الماء يكون اختي طايب. انا هنا غادي نديرو بارد، ولكن انتي حاول انك تجيبيه يكون الماء طايب، وكبيها اختي على هاد المعلقه ديال راس الحانوت هكا. حتى لهنا راه حنايا متفقين، وحتى لهنا انا تنظن انك راكي فهمتي. صافي اختي، وغادي تغطيه وغتخليه حتى تيقرب يبرد، ماشي يعني يسخن، ماشي يبرد مزيان لا البنات، حتى تغير يسخن. وهذيك الساعه من تديري صبعك بحال هكا تصيبيه راه ما دايرش، ما تيحرقكش، صافي وشربيه. واخا انت غادي تشربيه، غتشربيها اختي النهار الاول في الدوره الشهريه، ملي غادي تجيك العاده الشهريه، اولا ملي غادي تجيك الدم، ولا ملي غادي تجيك الريغله ولا لي ريغل ولا كلها وشنو تيقول ليها. حنا غنفرزوا غادي عادي، فهمتي يا اختي؟ وغادي تشربيه، غتسني حتى تجي مثلا جاتك اليوم في الليل، غدا ديريه في الصباح شربيه على الريق، شربيه لمده 3 ايام. بحال غدا غادي ديري كاس بحال هكا فيه معالقه صغيره وغتشربيه، والبعد الغد ليه النهار الثاني في الدوره الشهريه ديري ثاني كاس وديري فيه معالقه وتشربيه، والنهار الثالث ثاني غديري فيها اختي هاد المعالقه ديال المساخن مع الماء طيب وشربيه، يعني 3 المعالق لمده 3 ايام كل نهار معالقه. اذا سالينا من هاد الوصفه هذه ديال اختي ديال راس الحانوت. هنا فهمتكم. واخا هنا غادي نجيو للوصفه الثانيه. صافي اختي هنايا هنا رانا درنا الوصفه الاولى.
اذا الوصفه الثانيه اختي كيفاش غادي ديري ليها. الوصفه الثانيه فيها تفاحه، ها هي كيف ما تشوفوا تفاحه حمراء على مزيناتها. غتشدي اختي تحسبي 15 حبه ديال القرنفل، ها هي 15 حبه ديال القرنفل، وتحاولي انك تكيها وديريها هنايا في هاد التفاحه هذه. جات 3 4، انا غادي نكملهم كاملين 15 وحده ونرجع معكم. ها انت يا اختي هنايا من بعد ما درت هاد 15 حبه ديال القرنفل، شوفوا هنا راه بقات لي وحده، يعني هذه هي 15 وحده. غادي تحاولي تكيها كامله بهاد القرنفلات هادو، بهاد الحبات ديال القرنفل تكي هاد التفاحه كامله هذه. وغتجيبي اختي الميكا، غادي تشديها بالميكا بحال هكايا، وغادي اختي تاكليها مني تسالي منك الدوره الشهريه. مني تسالي اختي الدوره الشهريه، فاش تسالي منك تعرفي صافي راك تنقيتي منها. حاولي انك تاكلي هاد التفاحه هذه، يعني ديري 15 حبه في كل تفاحه كل نهار. مثلا جاتك الدوره الشهريه جاتك 6 ايام، غتاكلي اختي هاد التفاحه هذه غتاكليها نهار 7 ايام، وغديري بحالها نهار الثامن وغتاكليها نهار 8 ايام، وغديري بحالها نهار التاسع غتاكليها نهار 9 ايام، وغادي ديري بحالها النهار العاشر وتاكليها اختي نهار 10 ايام. يعني غتاكليها من ورا ما تفوت منك الدوره الشهريه. تفوت منك اختي الدوره الشهريه وديري هاد التفاحه هذه، غسليها مزيان وديري تكي فيها هاد القرنفلات هادو، عصريها شويه بالميكا، وخليها الغد ليه بحال هكاها بين ما يطلق المنافع ديال هاد القرنفل هذا. وعود تاكليها اختي على الريق حتى هي، كلها على الريق، وطلبي الله سبحانه وتعالى. وديري اختي شويه ديال القران في التلفازه، قراي شويه ديال القران، الادعيه ما تنسايهمش، والله يجيب التيسير لكل وحده. هادشي اللي بغيت لاي بنت ولاي وحده بغات شي حاجه. ديري اختي هاد الوصفه هادي، هاد جوج وصفات ديريهم في شهر واحد، والكمال على الله. انا من هنا لقدام غنبقى نحط لكم وصفات، فغير نتوما البنات تشجعوني باللايكات، تشجعوني بالبارطاج ديالكم بلي لايك. فهادشي اللي مطلوب منكم البنات نتوما. والدعاء البنات ندعيو مع اخواتنا اللي مازال ما جابش ليهم الله. دير اختي هاد الوصفات هادو اللي تنعطيكم، وصفات اللي هما يا مضمونين، وصفات ساهلين، ولكن في نفس الوقت البنات راه ناجحين، يعني راه مضمونين. خصوصا هذيك ديال الحب الرشاد والتمر، هذيك وصفه عالميه، انا تنقول ليها هذيك وصفه عالميه. فاختي هادو هما الوصفات اللي شاركت معاكم. قلت لكم البنات هذه حاولوا تاكلوا حتى هي حتى نهار العاشر. فصافي هما جوج وصفات اللي بغيت نشارك معاكم ان شاء الله. نتمنى فعلا انكم تدعموني وتدخلوا معايا في القناه. فهادشي اللي بغيت. غادي نقول لكم بسلامه عليكم البنات، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.